فالحين جينا من ذي الجهة، جيت من ذي عشان اصور لكم تقريبا اللي جالس اشوفه. قصب السكر الممتد. اوه تقريبا اخر مرة اكلت قصب سكر قبل 10 سنين، فترة طويلة. نسيت انه في شيء نبتة اسمها قصب سكر. طبعا كنا ناكلها اول نجي في المزرعة وناخذ قصب السكر ونقاطعه ونجهزه وبالعافية يعني. شوفوا كيف الاغصان الممتدة، يا ساتر وربي. يعني تخيلوا تخش بين حقول وتكون زي كذا الامتداد، يا ساتر. اتوقع الليل يمكن ما في شيء واضح لكن بنكمل. فتعالوا وياي بحيث ابي اوريكم. شوفوا كيف القصن وشوفوا كيف الامتداد، ما شاء الله تبارك الله يا ساتر. وهنا الورق طبعا للاسف طلعنا متاخر، بحيث هذه اللقطات اللي قدرنا حاليا ناخذها لكم. فخلنا نتوجه من ذيك الجهه. طبعا طيب خشف هذاك الجهه، لكن شوفوا كيف الخضور عينكم ما شاء الله. فالحمد لله ان الاضاءة حاليا بارزة لكم. طبعا اصور لكم بالتصوير الطبيعي وشوف كيف. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. اوه في شوك، لكن احنا ما علينا من الشوك، ما علينا من هذا، علينا بس من المنظر والخضورة الموجودة. اذا المشكلة جينا حافين الاقدام، فعشان كذا انه يكون في شوك، لكن الاجواء والارضية باردة، تخيلوا الشعور. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكمل. احس اني جالس استنزف البطارية، لكن احنا نطلع من هالقابة ونقدر نقول من هالموقع خلاص يكون انتهى كل شيء. فخلينا نكمل الحين. بيني وبينكم انا ويا الطيب حاليا متحسفين انه ما طلعنا الا في هالوقت، لكن الاضاءة وهنا الطيب هنا خصب سكر كذا تكون النتيجة. كيف؟ في ماي واجد، تحس بذكريات أليمة صح؟ والله ذكر حق الماضي. اتذكر ناخذ خصب سكر لحقنا الهندي حيل، صار فينا الرعب حيل انا ويا محمد، واعتقد معانا ناس بس ما اتذكر. كنا نبوقه اول قصب السكر. فلكن الحين احنا ترى استأذنا من صاحب الموقع، لكن شوفوا كيف. اتوقع الحين بنشغلنا الاضاءة، يا ساتر. عندنا خصب سكر ما يطلع على طوب السرعان، لو فترة طويلة ما يطلع خصب سكر. اوه يبي له فترة، والله يبي له فترة. ولا مميزات كثيرة برضه لو تلاحظ. مسوي مخصص في الناخ مكوم عشان يسرع خصب سكر. وش تقول؟ والله معلوماتك صحيحة بيني وبينك، ما نبي نقول شيء، بس المنظر لفوق لا. المهم نبي ناخذ صورة الحين مثل ما انتم شايفين يم الاقصاب. جينا من الجهة الثانية، شوفوا كيف الامتداد، شايفين كيف. لكن خلاص احنا التقطنا اللقطة، بس ناخذ لنا لقطة ثانية. تعال مشمش شوف الطيب بس متحمس. بعطيكم تعال عادي. لا رحنا هناك نكمل. تعال يلا تعال بنوك بسم الله. بس ناخذ لقطة يم ذي. يلا بنروح هناك بس عشان لقطة يم ذا. فيلا طيب خلاص خلصنا، يلا نمشي هناك. يعني بنستنزف البطارية واجد لان احنا مكان واحد كبيرة، فخلنا نتوجه هناك. فالحين مثل ما انتم شايفين هذا الطريق اللي نسلكه كالعادة، نختصر الطريق ونطلع من الجهة الثانية ونتوجه حق نخلنا. انتبه الطيب، وشوفوا كيف الاجواء. بسم الله. حرق حق الطيب انتبه، واحنا اللي طحنا. حط علي كاميرا. المهم علينا خلينا نشوف الطيب. كنت مسمي الكل طيب، لماذا باسم مميز؟ نسيت وربي نسيت، بس عود، لكن نتعود على كلمة رويد. المهم خلاص طبعا نطلع من هنا وخلاص. فراح بوقف التصوير، لو وصل النخل عند جدي او شفت اشياء تجذبني اصورها برجع لكم. ويلا مشينا. رجعنا لكم من جديد. طبعا طيب الحين ما ايش اللي فيه، ايش اللي جاله. يقول لي صور، خلنا نتكلم عن العالم الثاني، العالم المظلم ومع الاصوات دي. يا ربي طبعا جالسين نمشي وفجأة تجيك حفرة ما ادري كيف، فخلنا نكون حذرين. ومشكلة الحين بهالوقت ذا اوف بسم الله ظلام ليلي ما يبين شيء، لكن للأسف اعتقد شيء واحد ان الطريق مسكر، بالسابق كان مفتوح. فراح نرجع من جديد، نرجع ادراجنا نفس الطريق اللي جينا من، مثل ما انتم شايفين كله مقلق. فيلا طيب عودنا عشان نوصل النخل. نسيت انسى رويد قصدي. عادنا طريقنا.
فيلا على مكان الجن. تدرون هنا محل الجن ان في ناس يحضرون، يعني ناس باشا من انس، ثم يحضرون من السحر ولا من الجن. فهو يعني يحضر شيء ما ايش اسمه من الكتاب، ثم الجن يدخل في الانسان، ثم بعدين يتحول عيونه ما يشوفون برتقاليين، وبعدين يتكلم مع الجن. هذا هو اللي يبي يستكشف له. طيب الشاشة امزح والله ما توقعت ردة فعله بتكون زي كذا صباح كذا. هذه افضل شيء، يتكلم عن العالم الثاني. اخ لقطة موسم ذي بتكون. فالحين خلاص بنرجع من جديد. الطيب يعود ادراجه بعد الراحة. ربي ما توقعت بيصير زي كذا، لكن والله اللقطة حلوة بيني وبينك. اوه سمعت الصوت؟ سامع؟ حضروا الجن. تدرون يحضرون حتى في الجن في كلاب. هي خلك تكلمت فيهم صح؟ صح هذا الواقع. صح ولا لا؟ خلك هذا اجواء بعد الليل بعد المغرب. اوه قسم بالله انا ناخذ سمكاتي قلت حق محمد هنا لقيت فوق في سمعت اصوات. شايفين كيف؟ انا بنحكي لكم حكايات بس مش الحين، لين نوصل حق النخل نكون بامان وطمانينه ونكون مرتاحين نحكي لكم. فيلا خلينا نتوجه. طبعا اتوقع الحين الحج شغل على التنور، ما لحقنا نصور لكم تاخرنا كثير. والاصوات بالعربي انتبه انتبه، الاصوات بالعربي بدات تزيد، والطيب جالس يمشي ويحرك رجله بسرعه، وانا جالس امشي واصور لكم وما اشوف شنو قدامي، بس بوقف التصوير ونرجع لكم قدام. واخيرا مع الطيب طلعنا من طريق، طبعا مش الطريق اللي كالعاده، لكن اهم شيء ما اذكر بيني وبينكم تخون الذاكره بعض الاوقات، لكن تغير المكان كله الحين كل شيء تغير. لكن اهم شيء طلعنا من ذي الجهه، نتوجه الحين حق النخل. بالعاده نفس هالوقت بالضبط نخلص صيد سمك وناخذ السطول تكون مليانه بالسمك الكبيره، وناخذها زي كذا تكون الاجواء، ونكون في قمه السعاده ان صدنا كميه زي كذا من السمك، ونتوجه هناك ونفرزهم على طول، نغير المويه ونغير اشياء كثيره. المهم ما بطول كثير الحين لان الكاميرا للاسف. توجه داخل النخل، قربنا كذا حاليا نكون وصلنا حق المزرعة حق النخل، وش زي ما قلنا لكم شغلوا النار على طول، شوف بس الدخان واضح. تأخرنا كثير كثير، صبقونا وشغلوا التنور، الأجواء برد تجي من عند هالجهة وتدفى على طول. المهم خلاص الأجواء الليلية تكون زي كذا. تشوف اللي فيه يا ساتر، بس الأجواء الليلية. اي والله. شغل نار دفة. اي والله. خلاص. شاي موجود والقهوة. وننتظر المادة الحين من يد المادة بعد ان شاء الله التنور يشتغل بس نازلة وعلى طول يلا العشاء جاي، باقي شوي بعد، باقي ساعة يا الله. كله الأول شنو أول؟ فصل لك الثوب من السنة مرة تفصل لك صباح الثوب، شو الأول أحسن بالله عليك. ما أنا إلا القمل والخرا والوسخ والحاش البقر في البيت قياس وطاعون ولا مجاري ولا ماي ولا شاي ولا ما يسمعون حتى تمرة ما أدري ليش العالم كذا ما يحمدون ربهم. الحين الحمد لله والشكر كل شيء متيسر، عندك الخير وعندك الخبز والرز والتمر وكل شيء موجود. يطلب تاجد الحمد لله والشكر، وإنما بعد حكوماتنا ما هي مقصرة الحمد لله، لأنهم بخير ولا مقصرين على المواطن، يعطي المواطن والحمد لله والشكر لله. وهذا اللي صار، احنا في خير ونعمة بالتبي الحمد والشكر. حمدوا ربكم يا مسلمين، حمدوا على الله اللي أعطانا الخير الحمد لله رب العالمين. وهذا اللي حصل كلها الأول أحسن. ما تاكل تمرة في أحسن شنو هلا والله. أنا ما أدري ليش الناس كذا وليش. أنا مرة ضربت وياه بس قال وأعطيته قلت لعن أبوك لا ولا. ثوب ما نلبس إلا في العيد مرة، ثوب واحد الوالي وصلنا ثوب شنو
ما نشبع حتى تمره، ما ناكل عوم وجراد. كانت حياة جميلة. والله العظيم شان العالم دي، والله ما محمدين ربهم. شكر الله الكريم، الشكر الله الكريم. الحمد لله احنا في خير وصحة اول هناك حتى جنان يطلعوا. هذه مرة انا ويا الواد جايين من النخل، جايين احنا كنا في البطالية، يسمونه فرس حزازة. هذا الفرس يطلع حزازة يسمونه، كل يعرفونها البطالية. وش ذا الفرس؟ انا ما اعرفه، جيلي ما نعرفه. فرس يسمونه فرس حزازة، خيل يعني. بري ذا ولا كيف؟ الجنة. اوه اوكي. جينا ذيك اليوم في جات تعارض، في جات حق عيال الكري. قلت الله يا يبا بياكل هالجت هذا الحين هالحمارة، تاكل هالجت على رعيها. قال ولد الله يرحمه اسرع خلها اسرع. هذا عارف المسألة، انا ما ادري على بالي حمار. اوه عارف انها جت. جيت انا غبي يوم ثاني الصباح بروح اشوف، لا اشوف اثر ولا اشوف شيء ماكول من الجات. قلت سبحان الله، شو تقول هذا اللي يسمونه فرس حزازة؟ مسجد ابو بقرة يسمون هذا، مسجد ابو بقرة يعرفونه البطالية، الحين موجود مسجد ابو بقرة. كان يطلع فيه ذا الفرس الحصان فرس. اوه ذا اسمه مسجد ابو بقرة يعرفونه البطالية، اسمه الحين موجود المسجد. يا ساتر. صارت دار مدار بيوت. وهذا اللي حصل، وكل جناني تطلع لك، حتى الجن تظهر جناني. وليش؟ ما ادري ليش كذا، ولا ظلام ولا كهرباء ولا ايش ذا الحاله. لا كهرباء ايام الصيف صيف، وايام الشتاء برد، ويا حتى مروحه ما في كهرباء ولا نور ولا يحزنون. شلون اول احسن؟ وبايش احسن تقول لي؟ الخير الحمد لله، الحمد لله والشكر. الحمد لله يا مسلمين، حمد ربكم والسلام عليكم. انا بسألك ليش سموه مسجد ابو بقرة؟ المسجد اللي يطلع فيه الحمار الجن. بقرة هذه لأن تطلع بقرة جنية فيه. اوه يعني فيه برضه جنية بقرة. ايه بقرة يسموها مسجد ابو بقرة، لأنها تطلع فيه كانت جنية على زمن، كان زمان هذا. ايش قصتها يعني، تطلع بين فترة وفترة ولا كيف؟ ما ادري، في الليل تظهر بقرة، لما قالوا في الليل تطلع بقرة يسمونه مسجد ابو بقرة، معروف. عشان زي كذا. البطالية كلهم يقولوا من مسجد ابو بقرة يعرفونه، مو بس ما كلهم، القدامى اتوقع هم اللي حتى يعرفون. الحين يعرفونه، ما في قديم ولا معروف. حتى الجداد اللي جيلي. كلنا يعرفه. اتوقع جد حكى الحكاية حق حفاده. كل يعرفونه، كلهم يصير هذا مثل ابو بقرة معروف. والحين لحد الحين مساجد تدري بطلة فيها 32 مسجد. اوه 32 مسجد كان لا الحين ما برحل. بس حبي يصلون فيها اتوقع. في ناس يصلون ما يصلون، في 32 مسجد بطلية. وش بقول؟ ها دقيقة. ولا هذه لحد الحين تطلع ابو بقرة ولا هو اللي تبغى تطلع؟ الحين ما ادري عنها عاد، الحين ما ادري تغير ولا تظهر، ما ادري، ما عندي خبر. عندي زمان انا وشفته. شفتها؟ شفت ما قلت لك اللي في العار تاكل جت اسمن. وكيف شكل؟ اوصل اجي الصباح اشوف ما اشوف شيء، ولا اثر حمار ولا اثر شيء. قال لي الواد انت ما تدري هذا حصان حزازه مال ابو بقره. عرفت. ويسرع الواد خايف، بس انا ما ادري عن علنيه، ما ادري شلون. شكله يضر كان اول. ها؟ كان يضر اول شكله. ما يعرف احد، بس هو ما يضر ولا يسوي شيء، بس هذا هو يخاف الواحد منه. جني هو جناني. لأنه 30 مسجد البطلية فيها، ما هو مسجد واحد. ضبش شوي. يلا شغلة. حاليا جينا نشيك مثل ما انتم شايفين على التنور، وبسم الله ما شاء الله شويات وخلاص كل شيء يجهز. وبعدها المد اللي خذنا تقريبا سنة 2 من زمان انا وربي، طعمه يكون مختلف بشكل كامل. وهذا التجهيزات الحين مثل ما انتم شايفين. فخلنا اخذنا استكانة شاهي ونروق شوي مع السوالف ليلية. كيف السوالف ليلية طيب؟ سوالف ما شاء الله 100%. طبعا جالسين نذكر الماضي، نذكر اشياء كثيرة.
جلسة ذي خذها اكثر كم خذنا النخل كم سنة؟ ها 12 سنة. لا 12 سنة. النخل خدتوه نخلناه عمر كم إلى عمرك؟ 22 سنة. اوه 22 سنة توني انولد ذيك اللحظة بعد انولد. اوه يا أول ساتر 16 سنة. اشياء كثيرة وربي تربت اجيال فيه. ترى انا نشوف طولهم سوا وذا. اشياء كثيرة الزمن كثير. الحين مع طيب جالس يجهز شو جالس طيب خلاص الحين؟ تعال الحمسة توك تجمع بالاخير. والله شو يسوي يعطيك طبعا عليه هذا العافية. الحمسة. بالاخير وهذا اللي هو الماي هذا الماي يفوح ماي حار. الشاي ولا حق حق العيش لأن يوم الشتاء ماي حار. على طول ها؟ أوه. خلاص على وشك. الحين نصب الحين ماي الحار عشان حق الرز ما بالصيف. يا ابو يا ابو إذا نقص الماي زدناه نكب الرز. كذا كافي الحين. إن شاء الله شوف الوزنية لك بين الرز. تجهيزات خلاص. لا 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 شو باقي بعد؟ شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا طبعا جدي حاليا جالس مروق فنجهز المندي بعد نشوف النتيجة الأخيرة. أنا شنو؟ اكيد كلام الحين يعني اقولها الحين. خلاص كذا التنور حطه تحت يجهز. ساعديك قصة اخذناها من هنا. طيب الحين نزل الجدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعد ما تهمزها. جلدقها. الحين بعد طيب نزل دجاج. تعال. بس بعدين. عادة وانا علي بس اصورهم بس انت تصور. بس حق الذكرى. الحين ايوه طيب حط الخاتم حق ايش؟ لابس الخاتم؟ ماشي. تعال الغوا الماء والشاي. يا ساتر بيونا الحين وبعدها على ما يجهز اللي هو البد اشتقنا وربي. ساعة وعدنا ساعة. كم ساعة؟ ايه خلاص نفكر. فالساعة 8 نرجع باذن الله لكم. حاليا في شجرة من زمان ما صورناها لكم ولا جات على البال. طبعا في احدى الجهات ما بعد نروح لها. فبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم يوم نشغل شايفين كيف كذا تكون الاجواء الليلية. شغلنا ذي الجهة فاشغل لكم الإنارة ونصور لكم. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما انتم شايفين الى الان شوفوا كيف. لا 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 طبعا بعد فترة الاحجام بتكون اكبر وبتكون جاهز حق القطف. لكن بيني وبينكم التصوير والاضاءة بعطي منظر لا اللي هو زي ما قلنا لكم قبل فترة طويلة نعتبره ذا منقل حسوية. يا الله طيبين. طبعا نجي من ذي الجهة تحس انها اذا تشوف الشجرة تحس ان احنا في موسم الخريف رغم ان في بعض الورق صاير اخضر. شايفين كيف يعني بعد فترة راح ينبت. ها تقريبا شجرة التوت. ابو طيب سويت. انا حطيت وجيت منه ترى سويت. تعال تعال خلينا نشوف. سوى ولا لا؟ ان شاء الله. هاي باين. لك جوال. ما في جوال. لك جوالك. سواه. لا 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 يبيله بس يا ساتر. يا دجاجة. كذا يبيله اشوى بس هو يعني يعتبر اوكي امور الحين. زي ما الساعة سويت. 8 بالضبط حاليا الساعة 7:30. شو الدجاج ترى بلاش فيها. كم الحين سكرناه وبنرجع له بعد فترة معينة. خلاص قفل عطر الساعة فالحين خلاص مثل ما انتم شايفين. لا 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 جاهز. طبعا الدجاج خليناه شوي بحيث نشوي. خلينا ناخذ لكم كم لقطة. فمثل ما انتم شايفين الطي اللي هو رويد ما انا متعود عليه لكن خلاص الفقرة الأخيرة يهف بحيث يكون مشوي. شوفوا كيف يا ساتر. هنا الأجواء الباردة
ومع المندي ابتعد عن كل الاضواء، خليك مع اللي هو الاجواء اللي هو العشاء. خلاص الحين جبنا الدجاج ومع اللي هو الخلطة وبالعافية، بس خلي نحط الدجاج الحين، قل بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص. فيلا الحين، فالحين مع اللي هو الوجبة مع جدي، خلاص الفقرة الأخيرة بالعافية. تفضلوا معانا، ف- تفضلوا يا خلص. حلوين. نرجع لكم. مندي ترى، عافية. بس مندي من الحج اليوم. اي والله سويناه حق العيال. عصاوي. مندي عساوي. حلو حساوي، بسم الله بالله. يعطيكم العافية. وبكذا حاليا خلاص وقت الشاي، وقت الشاي الفقرة الأخيرة. وتعشينا المندي والقهوة والشاي شاي سريع على طول، بس الكلام سريع. يبا كلام مسرع. تو بعد عشينا خلصنا وروقنا. سلامات. والله الأجواء زي الفل، أجواء لمة أهل ما أدري كيف، والله قول إن شاء الله روقاني الأسبوع خلاص. الجاي كابسة تسوي. كبسة لحم لحم إن شاء خطين الله. لها مع الطيبين ومع الحج. الله الله، انا علي انا الكبسه لا تلمسوا، بس قصوا البصل بس. لأن ربعنا اليوم مندي خربوه خربوه. رباه. سوي لهم، هذا اللي يتركهم ويروح البيت. ايش فيه طلع مو عليه. فإلى هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع، وانتظرونا مع المقاطع القادمة. مع تحياتي. اي والله، اي والله يا عبد الله.